فضيحة بجلاجل لنظام الكبرانات، ادعاءات غير موجودة في النقاش اللي كان بين تبون وبين سانشيز، ادعاء بأنهم ناقشوا ملف الصحراء المغربية في حين أنه ما كاين لا نقاش ولا هم يحزنوا. وقبل ما نشوفوا الادعاءات ديالهم والأدلة الدامغة التي تثبت بأن إعلام الكبرانات تيكذب، أجيو بعدا نشوفوا هذا الهبل والعبط ديال أمجن النظام ممكن تشوفوا في حياتك اللي هو نظام الكبرانات. نظام هبيل، نظام خلق أزمة مع إسبانيا حيت إسبانيا اعترفت بمغربية الصحراء مزيان، وسحبوا السفير ديالهم وعرقلوا التجارة مع إسبانيا. المهم تاخذوا مجموعة من الخطوات وقال لك غادي نبينوا العين الحمراء لإسبانيا. الجزائر بينات العين الحمراء لإسبانيا واستدعت السفير ديالها وعرقلوا التجارة مع إسبانيا وهددوا بأنه لا عودة للعلاقات بين إسبانيا والجزائر إلا من بعد ما يتنحى بيدرو سانشيز أو يتراجع على دعمه المغربية الصحراء. المهم ما خلاو شنو قالوا، مجموعه من الحبشتكالات والهرطقات اللي كان كيتفوه بها تبون وزير خارجيته تجاه اسبانيا، وقال لك ما غاديش نرجعوا العلاقات حتى تقاد اسبانيا الموقف ديالها مزيان. ولكن اليوم كنشوفوا بيدرو سانشيز كيزور الجزائر، وبالتالي السؤال اللي كيتطرح واش اسبانيا تراجعات على دعمها للصحراء المغربيه؟ ما تراجعاتش. اذا علاش رجعتوا العلاقات ديالكم؟ واش ما عندكمش مشكل مع الاعتراف الاسباني بمغربيه الصحراء؟ لا عندنا مشكل. تيقول لك اذا علاش رجعتوا العلاقات باي مبرر؟ نظام اهبل وعبيط، نظام مكلخ. وهذا الشيء كسيناريو تتكرر اليوم مع فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء، سحبوا السفير وشعل ديال اللبكه وشعل ديال الشكا، في نهايه المطاف رجعوا العلاقات بلا ما تتراجع فرنسا على دعمها لمغربيه الصحراء. فضيحه. وبالتالي باش تعرف الغباء ديال النظام، انت كنظام اللي ما قادرش تضغط على هاد الدول وما عندكش اوراق، اش داك ولد الناس؟ اش داك ولد الرائعه اصلا تسحب السفير ديالك؟ علاش كتخلق ازمه وانت ما عندكش اوراقها؟ فضيحه. تيورطوا نفسهم وتهينوا شعبهم والدوله ديالهم بهذا العبط اللي تيديروه. ما علينا. الجزائر او العنوان العريض هذه الفقره هذه ممكن يكون الجزائر ترضخ وتركع امام اسبانيا. نجيو الان للفضيحه بجلاجل. الفضيحه هو انه نظام الكبرانات لحدود اللحظة لم يصدر أي بلاغ من الرئاسة أو الخارجية حول المضمون ديال الاجتماع اللي كان على انفراد بين تبون وبين سانشيز، ولم ينشروا لحدود اللحظة الفيديو ديال المؤتمر الصحفي اللي المفروض اجمع تبون وبيدرو سانشيز. علاش ما نشروهش؟ لأن إلا نشروه غادي يكتشفوا الجزائريين، وأنا دخلت الموقع الرسمي ديال الحكومة الإسبانية فيه الفيديو، ولكن قطعوه فيه فقط الكلمه ديال سانشيز اللي الا خديتي الفيديو وقمتي بتفريغه ما غتلقاش فيه سانشيز تكلم على الصحراء المغربيه، ما تكلمش بالمره. حتى البيان المرفق مع الفيديو اللي فيه سانشيز كيتكلم في المؤتمر الصحفي مع تبون ما فيش اي حاجه كتقول بان سانشيز ذكر الصحراء المغربيه. وبالتالي علاش هنا غنفهموا علاش الرئاسه الجزائريه، وكالة الأنباء الجزائرية، التلفزيون الجزائري لحدود اللحظة ما نشروش الفيديو اللي فيه الكلمة ديال تبون برفقة بيدرو سانشيز. علاش؟ لأنهم يكونوا مضطرين يترجموا، يكونوا مضطرين يجيبوا النقاط الرئيسية اللي جات على لسان تبون على لسان سانشيز، ومن المفروض يكون من ضمنهم ملف الصحراء المغربيه، وهذا الشيء ما كاش. فبالتالي كانوا مضطرين ما ينشروش الفيديو وما ينشروش بلاغ من الرئاسه او الخارجيه يقول ها شنو ناقشنا وشنو ناقشنا، لانهم اذا نشروه غيكونوا مضطرين يقولوا ناقشنا ملف الصحراء الغربيه، واذا مشاو قالوها ممكن تكذبهم او يكذبهم الجانب الاسباني او ممكن يكع منهم الجانب الاسباني، لان هذا لم يحصل. وبالتالي وحتى بالمناسبه الموقع ديال الحكومه الاسبانيه، انا مولف ملي كيكون عندهم زياره ديال مثلا بيدرو سانشيز للمغرب، وكانوا عفوا وزير الخارجيه ديال اسبانيا للمغرب، وكدار مؤتمر صحفي مع بوريطا، او لم يزارهم بوريطا في اسبانيا، دائما كينشروا المؤتمر الصحفي كامل فيه الكلمه ديال وزير خارجيتهم والكلمه ديال حتى وزير الخارجيه الضيف. وفي سابقا شفنا الكلمه ديال بوريطا حتى هي نشروها. هذه المره اضطروا يقطعوا يمكن بطلب من الجزائر، هي اللي طلبت منهم باش ما تفضح الجزائر قدام شعبها. علاش؟ لان نظام الكبرانات كان موجد لهذه الكذبه ديال انهم ناقشوا ملف الصحراء المغربيه. فما كاينش بلاغ ديال الرئاسه، ما كاينش بلاغ في الخارجيه. شنو مشاو داروا؟ مشاو دفعوا وكاله الانباء، ولكن ماشي نشرات بلاغ ديال الرئاسه او بيان، لا، كتبات مقال
ودفعوا بحال الخبر وغيرها باش ينشروا هذا الادعاء اللي تيقول. وفي تصريح مشترك ذكر تبون أن المحادثات تناولت تطورات قضية الصحراء الغربية والأوضاع في منطقة الساحل والأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق ودعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسويات سلمية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي حنا قدام جوج ديال الاحتمالات: تيكذبوا وهادشي ما قالوش تبون في المؤتمر الصحفي، وهادشي علاش ما نشروش بالمرة الفيديو ديال كلمة تبون، أو لا فعلا قال هادشي. وانا كنرجح ما قالوش، هو تيكذب. وحتى الا كان قالوا، هذه هضره زايده ناقصه ما صالحه لوالو. علاش؟ لان هنا هما كيتكلموا على قضيه الصحراء الغربيه، قال لك الوضع في منطقه الساحل، الازمه الليبيه، يعني جمعوا بزاف ديال القضايا اللي كاينه في المنطقه. وما قالوش خاصنا تقرير المصير لقضيه الصحراء الغربيه كيف ما كيديروا دائما، ما قالوش خصنا الاستفتاء كيف ما كيديروا دائما، بل قال لك جمعوا بزاف ديال القضايا وحشاو وسط منها الصحراء المغربيه، وقال لك كندعموا الجهود ديال الامم المتحده لايجاد تسويات سلميه وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحده. وهذه هضره المغرب راسو تيقولها. عشان المغرب تيقول بغينا حل لهذا النزاع عبر عبر الحرب، ما تنقولوش هذا الشيء. هذه هضره فضفاضه، هذه هضره ممكن يقولها اي واحد، لا تزعج المغرب ولا تتناقض مع الموقف الاسباني. إسبانيا وزير خارجيتها داخل البرلمان الإسباني عندما سئل من أحد النواب الموالين للجزائر على الموقف ديال الإسباني من الصحراء المغربية، شنو كان الرد ديال وزير الخارجية الإسباني؟ قال لهم الموقف ديالنا اليوم داعم لمبادرة الحكم الذاتي وموقف دولي، وموقف يتماشى مع التوجهات الأممية أو موقف مجلس الأمن. فالموقف ديال إسبانيا أصلا لا يتناقض مع المسار الاممي ديال الملف، لان اسبانيا اصلا كتقول لك انا كندعم المسار الاممي وكنشوف بان دعم مبادره الحكم الذاتي هو يتماشى مع المسار الاممي. فالجزائر ما قالت والو، ما قالت حتى شي لعبه، وهما هذا الشيء حشموا يخرجوا به للعلن، لانه فضيحه وكارثه كتبين كيفاش الجزائر انبطحت قدام اسبانيا. من قبل ملي كان كيزورهم بيدرو سانشيز كانوا كيتكلموا على الاستفتاء، كانوا كيتكلموا على تقرير المصير، هادشي كله ما بقاش. وفي اعتقادي اللي من ارغم تبون الا يتحدث على تقرير المصير والاستفتاء هو الجانب الاسباني، لان الجانب الاسباني كان متخوفا من اي زله لسان عند تبون في المؤتمر الصحفي ممكن ان تغضب المغرب. فالجانب الاسباني ماشي غير اركع الجزائر باش ترجع علاقاتها معاه بلا ما يتبدل الموقف ديالو في الصحراء المغربيه، بل في اعتقادي الجانب الاسباني ارغم الجزائر ان تتخلى حتى على المواقف ديالها خلال الزياره. وهذه اهانه للنظام الجزائري، اهانه ما بعدها اهانه. تم مسح الارض بالكرامه الدبلوماسيه ديال النظام الكبرانات، فضيحه. وبالمناسبه انا دخلت الموقع ديال وكاله الانباء الجزائريه وبشق الانفس، لانهم مازال دايرين لينا بلوك. تخيل دوله مساليه قبه دايره بلوك للامه والشعب واحد اخر، مازال دايرين لينا بلوك. واما الموقع ديال الرئاسه وقفوه، هادشي علاش انا شاك بانهم الهضره ديال الصحراء وكذا ما قالهاش اصلا تبون. الموقع ديال الرئاسه موقف، حاولت ندخل ليه ما موقف، حاولت نستخدم الفي بي ان وكذا، مجموعه ديال المحاولات ما خدامش الموقع ديال الرئاسه. فقط قدرت عبر الفي بي ان ندخل للموقع ديال وكاله الانباء، والموقع ديال وكاله الانباء تيكرر نفس الهضره اللي قالها اللي جات في صحيفه الخبر. وحتى وكاله الانباء الجزائريه الرسميه ما كتقولش هذا بيان ديال الرئاسه او بيان ديال الخارجيه، فقط قصاصه خبريه حاطينها، قصاصه خبريه لا هي بيان ولا بلاغ ولا هم يحزنون. فواضح ان هناك اهانه تعرضت لها الجزائر خلال الزياره هذه، وتحاولوا ما امكن يغطيوا عليها، لان فضيحه قدام شعبهم وفضيحه قدام البوليساريو. العلاقات رجعات واسبانيا مستمره في دعمها لمبادره الحكم الذاتي، مستمره في دعمها لمغربيه الصحراء. اذا لاش رجعتوا العلاقات؟ فالعنوان العريض هو رضوخ نظام الكبرانات، ومن الفوق زايدينها باستحمار شعبهم. هذا موقع تابع لاستخبارات عبله. شوف هذا الموقع شنو تيقول. الزياره الرسميه لرئيس الوزراء الاسباني الى الجزائر قال لك تغضب وتزعج المغرب وتهز النظام المغربي. انت اش غتهز فيه؟ حنا مسوقين لكم، حنا وراه تهز النظام ديالكم لانه لا جديد. وانا قلتها ملي خرجت رئيسه البرلمان الاسباني وتكلمات على بوليساريو، استقبلات قياده كرتونيه بالبوليساريو، قلت بان هذا هو الثمن ديال زياره سانشيز الى الجزائر. واضح ان الجزائر طلبت منهم قتل وعطيونا غير شي حاجه نستحمروا بها الداخل.
شي حاجه نطمئنوا بها البوليساريو باش ما تنفجرش لينا الاوضاع داخل المخيمات. فاعطوهم التخربيقه ديال تصريحات مسؤوله تشريعيه اللي تصريحاتها زايده ناقصه. وبالتالي قلت المغرب ما غاديش يتقلق من تصريحات ديال رئيسه البرلمان الاسباني الا من بعد ما نشوفوا النتائج ديال زياره بيدرو سانشيز الى الجزائر. واش سانشيز غادي يعبر على شي موقف جديد؟ واش ممكن يتراجع؟ ممكن يطلق شي تصريح اللي يغضب المغرب؟ داك الساعه عاد ممكن المغرب يتحرك. اما الا مشى للجزائر وما قال والو بما يغضب المغرب، فالمغرب ما غيتسوقش للتصريحات ديال مسؤوله تشريعيه مواقفه ولا تغني ولا تسمن من جوع بالنسبه للكبرانات ومعاهم البوليساريو. وفعلا هذا ما حصل. سانشيز ذهب الى الجزائر، خدا الغاز، خدا التعاون في مجال مكافحات الهجره، خصوصا وانه مؤخرا رجعت جحافل من الجزائريين كتخرج من السواحل الجزائريه في اتجاه اسبانيا. الغاز خداه بالسعر اللي بغاه هو، فخدا داكشي. العلاقات غترجع، اسواق جزائريه غادي تفتح صحه للسلع والمنتوجات الاسبانيه. فاسبانيا حصلت على ما ارادت من الجزائر، ولكن الجزائر لم تحصل على ما ارادت، بل بالعكس حصلت على صفعات واهانه على يد الجانب الاسباني. فضيحه وكارثه بالنسبه للكبرانات. ومع ذلك انا قلت هادشي غيخلق واحد الغضب في السوشيال ميديا، لانه الجزائريين المفروض كيشوفوا هادشي. الجزائري كيشوف بلادو خلقات ازمه، والازمه كانت اثرت عليه هو كجزائري. كنذكروا ملي الجزائر رفضت تستورد الدجاج من عند اسبانيا، وهما اصلا كيعتمدوا على الدجاج ديال السبليون. فالجزائر بسبب اعتراف اسبانيا مغربيه الصحراء ما بقاوش كيبغيو يستوردوا الدجاج. هذا الشيء رفع الثمن وخلق لهم مشاكل. وهذا ممكن نديروا لي هذا المثال هذا دير ليه اسقاط على منتوجات اخرى كيستوردوها من اسبانيا. من اسبانيا اعترفت مغربيه الصحراء ما بقاوش كيستوردوا، وعرقلوا التجاره واضروا بالمصالح ديال رجال اعمال الجزائريين عندهم علاقه باسبانيا او برجال اعمال اسبان. هادشي كله داروه. هادشي قاص المواطن الجزائري، قاص رجال الاعمال الجزائريين، قاص المصلحه ديال المواطن الجزائري والقوت اليومي ديال المواطن الجزائري. ومن بعد تجي وترجع العلاقات مع اسبانيا بلا ما تحصل على والو. هذه فضيحه. اذا علاش انا كجزائري، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علاش داك الجزائري، الله يحفظني نكون جزائري، علاش داك الجزائري غتخلق ليه مشاكل وتاثر ليه على حياته وتاثر على المصالح ديالو وعلى رجال الاعمال الجزائريين، ومن بعد غترجع العلاقات؟ الا انت ما قادرش على ازمه ما تخلقهاش في الاصل. فقلت هادشي يقلق الجزائريين ويطرحوا تساؤلات، ولكن والو، لا حياه لمن تنادي. وواضح ان العمليه ديال استعمارهم خدامه وغاده بشكل جيد، وما كاين حتى شي حد اللي حلفهم بالرغم من كل هذه الاهانات. هو سيناريو ويتكرر مع الجزائر كيف ما قلنا تكرر اليوم مع فرنسا واطراف اخرى، واليوم اسبانيا. وبالتالي ممكن نقولوا ان، او سؤال، شنو الجزائر اللي كيخلي الجزائر تقدم التنازلات بهذا الشكل مع فرنسا من قبل، اليوم مع اسبانيا ومع مالي مع النيجر؟ علاش؟ كيف ما قلت لكم، الجزائر كتحاول تصفر المشاكل ديالها من بعد ما لقات راسها غارقه في مجموعه من الازمات، فكتحاول تصفر المشاكل، بغات تسالي هذه الازمات كلها. ولكن الفضيحه هو انها كتنهي هذه الازمات عبر الانبطاح، عبر تقديم التنازلات، وعبر شراء موافقه عوده العلاقات ديالها مع ذاك الدول. شراو عوده العلاقات مع النيجر ومع مالي واليوم مع اسبانيا، ومن قبل مع فرنسا. كيصفروا مشاكلهم بشكل مذل، وكاننا نعيش مهرجان الانبطاح الجزائري على المستوى الدبلوماسي. فهنيئا لهم بهذا الانبطاح، وهنيئا لنا بثبات المواقف ديال الدول الداعمه لمغربيه الصحراء اللي على راسها اسبانيا. فضيحه بجلاجل نظام الكبرانات. هذا ما كان. ديما مغرب صحراء تبقى مغربيه، والكبرانات غيبقاو كيخسروا فلوسهم في الخواء الخاوي. خليوا لي التعليقات ديالكم متفقين ومختلفين معايا، والتعليقات ديالكم ايضا اللي فيها انشكاحكم على غباء هذا النظام الجزائري. وما تنساوش اللايك. نتلاقاو في الحلقه الجايه او بث مباشر. السلام عليكم.